حكايتنا النهاردة بتحكي عن الراجل اللي كان سايق مروح البيت، وفجأة ست جميلة طلعت له في التقاطع فرمل فجأة، وبصة واحدة بس كانت كفيلة انها تجمده في مكان. الست دي كانت طليقته اللي اختفت بشكل غامض من سنة. لما فاقت من الصدمة وعرفت الراجل اللي في العربية، قررت تهرب تاني، فجريت على حارة ضيقة وهي مفزوعة. سيون كان متلخبط جدا فجري وراها بسرعة. كان لازم يعرف ليه سابته من غير ولا كلمة وقتها، بس لما وصل عند مفترق طرق في الحارة كانت اختفت. سيون كان متدمر فدخل بار وغرق حزنه في الخمر. جرح اختفاء المفاجئ لسه عميق، وهو ما قدرش ابدا ينسى الذكريات الحلوة اللي كانت بينهم زمان. من سنة سيون كان مسافر عشان يروق باله، وصادف انه يقابل توأمه الروحي، مرشدة سياحية مرحة ومتحررة اسمها سواء كان ده قدر او خطة من الكون، مجرد قعدتهم سوا كانت بتخلي الجو مليان حلاوة. شخصية المفعمة بالحيوية والبهجة خلت قلب سيون يرفرف بشكل مش طبيعي. وفي ليلة في حفلة على الشط، سيون كسب لعبة عن قصد علشان يلفت انتباه كانت بتعمل نفس الحاجة بوضوح. في لعبة جماعية كانت محتاجة ولد وبنت، سيون مسك ايد من غير تردد وكسبوا سوا. علاقتهم كبرت بسرعة، ولما سيون ما كانش بيعرف يسوق الكامبر، علمته بنفسها. في المقابل سيون بقى مدربها في ركوب الأمواج، ومع الوقت ما حسوش انهم بقوا جزء ما يتعوضش في حياة بعض. لما الدنيا كانت بتمطر كانوا بيلعبوا وبيضحكوا تحت المطر. دي كانت أول مرة ما يحسوش بالحزن عشان ما معهمش شمسية، بالعكس ده خلاهم مبسوطين أكتر. في الآخر عملوا فرح خاص وبسيط، ما كانش فيه أي شهود غيرهم هما الاتنين. بدلوا الخواتم وقطعوا عهد إنهم ما يقلعوهاش أبدا لحد ما يموت. بعد شهرين من الحياة السعيدة سوا، سيون كان لازم يمشي عشان الشغل. في لحظة الوداع فضل يفكر كذا مرة إنها تسجل رقمه، ووعدها إنهم يتقابلوا في آخر سبت في الشهر في تشانجيو. سيون ادى الكاميرا اللي كانت بتصور كل ذكرياتهم، وسابه وهو متضايق وراح المطار. بس من اليوم ده اختفى تماما. سيون رجع عشان يدور عليها بس فشل، كأن اتبخرت من الدنيا وهو بيتشبث بالأمل. سيون فضل يستنى في المكان اللي كانوا متفقين عليه، من الربيع اللي بيتفتح فيه الورد للشتاء اللي بينزل فيه التلج، وهو بيشتاق لها ليل ونهار. بس الشيء الوحيد اللي استقبله هو تسجيل قصير بالانفصال. الثواني القليلة دي سيون سمعها عدد لا يحصى من المرات. كل ما كان بيقفل كان بيجري على البوليس ويدعي ان سرقت الكاميرا بتاعته على امل ان البوليس يساعده يلاقيها تاني. الضباط كانوا حافظين شكواه من كتر ما كان بيجي، بس البلاغات كانت بتحتاج اثبات شخصية، وكل مرة كانوا بيسألوا على رقم هوية سيون ما كانش بيعرف يجاوب. كل اللي كان يعرفه هو اسمها وبس. حتى بعد ما عاشوا سوا شهرين محدش شاف تفاني عميق كده في راجل قبل، على امل انه يشوف مراته اللي سابته من غير ولا كلمة. من سنة سيون كان بيستنى كل يوم في تشون من ربيع الحياة الجديد للشتاء البرد. هو ما شافش أبدا الشخص اللي قلبه كان بيبكي عليه. انتهى بيه الحال في بار تاني، سكران وفاقد للوعي زي كل مرة، بس المرة دي ومن العدم ظهرت جنبه وهي بتبص على سيون اللي وصل للقاع. لاحظت انه لسه لابس خاتم الجواز اللي حلفوا انهم ما يقلعوهوش ابدا. ملتها مشاعر الذنب والندم. اتمنت في سرها ان سيون ينساها او حتى يكرهها. ده كان هيخلي الامور اسهل بكتير، عشان هي كانت عارفة اكتر من اي حد وجع الخيانة. من سنة راحت سول في السر عشان تفاجئ حبيبها، بس لقت معاه ست تانية. انهارت بسبب الحقيقة اللي كان مخبيها كل ده. ما قدرتش تستحمل، موجوعة وتايهة في مدينة جديدة. كانت بتجر شنطتها في الشوارع من غير اي هدف. لما تليفونها رن حست بومضة امل، بس طلعت مكالمة اعلان بس. انهارت ورمت التليفون في الزبالة. حظها الوحش موقفش لحد هنا، حتى وظيفة كانت خلاص هتبدأها رفضت. ما بقاش في اي امل، فركبت اتوبيس من غير حتى ما تبص على هو رايح فين. بعد اللي حسته كأنه للأبد، نزلت في اخر محطة، مكان كان بداية لحياتها، وهناك
قابلت سيون تاني، الراجل الشاب الطيب والنقي واللي حبها بعمق. شاف آخر مرة كانت عايزة تقوله الحقيقة عن نفسها بس كانت خايفة إنه ما يتقبلهاش. رده خلاها تختار إنها تبعد تاني عشان ما تكررش نفس الغلطات. ما كانش عندها حل غير إنها تمشي، ده كان السبب وراء اختفائها المفاجئ. بس دلوقتي وهي شايفة سيون صاحي وواعي إنها هي بجد، شا ما مشيت. وسيون وهو بيبص على مراته اللي حلم بيها من سنة فكر إنه هو بيتهيأله، بس من جواه كان بيتمنى إنه يبقى حقيقي. ومع ذلك ما بقاش قادر يمسك الشوق اللي كان بيكبر جواه بقاله كتير. عشان كده كان عنده حاجات كتير عايز يقولها لشا. ليه اتنين بيحبوا بعض لازم يوجعوا بعض بالشكل ده؟ وفي الآخر ده كله كان عشان هما ما بيثقوش في بعض كفاية. من اليوم اللي شا قابلت سيون فيه تاني قررت إنها لازم ترجع له الكاميرا، بس ما كانتش عارفة تعمل ده ازاي. الليلة دي هي تاهت من غير ما تحس لحد تشونج تشون، بس لقت سيون لسه بيستنى هناك. شا لفت بسرعة عشان ما تتشاف، وهي ما كانتش عارفة إن سيون كان شافها خلاص. لما سيون قرب شا هربت تاني، بس ازاي سيون اللي استنى كل ده هيسيب الفرصة دي تضيع؟ فجرى وراها بكل ما فيه ووقع شا ومسكها جامد في حضنه. المرة دي ما كانش فيه هروب. في اللحظة دي كان في دورية بوليس بتعدي وسمعوا إن سيون مسك اللي بيسموه حرامي الكاميرا، فقبضوا على شا وخدوهم هما الاتنين الاسم. لما شا طلعت بطاقتها عشان تسجل اسمها، سيون فجأة خطفها من ايديها. كان عايز يعرف عنوانها بجد، بس أول ما بص على البطاقة دنياه كلها انهارت. الاسم اللي على البطاقة ما كانش يون شا، ده كان حد غريب تماما، لي يون مو. سيون ما قدرش يصدق، كان بيتمنى انها تبقى كدبة. هل دي انتي بجد؟ ايه اللي بيحصل؟ قوليلي ايه كل ده من اولها لاخرها؟ هل انتي كنتي بتكدبي عليا؟ صرخ. انا كنت عايز الاقي يون شا وبس، انا بجد كنت عايز الاقيها. بس بعد اللحظة دي سيون أدرك إن هو قد إيه كان عبيط، إن يدي قلبه كله لحد ما كانش حقيقي أصلا. إيه ممكن يبقى سخيف أكتر من كده؟ سيون كان محطم وتايه، فخرج من الاسم من غير ما يبص وراه وساب يون مو وراه بتغرق في الحزن. حتى لما مراته السابقة اللي اختفت من سنة ظهرت قدامه، سيون ما قدرش يستحمل يبص عليها. بس لما هي وقعت على الأرض ما قدرش يمسك نفسه من إنه يجري من العربية عشان يطمن عليها. يون مو كانت بجد خططت إنها ترجع الكاميرا وتقول لسيون وداع أخيه، عشان كده هي جت. أول ما سيون فهم ده انفجر في الغضب وكسر الكاميرا اللي كانت فيها كل ذكرياتهم الغالية. بالرغم من إنه كان موجوع من كده يون مو، بس أكتر حاجة كان عايز سيون في اللحظة دي أنا آسف بسيطة، أو الأفضل من كده مجرد حضن زي زمان، حضن يمسح كل سوء الفهم ده. بس يون مو ما تصرفتش زي ما كانت شال قديمة هتتصرف، وده كسر قلب سيون أكتر. في نوبة غضب قلع خاتم الجواز اللي حلفوا إنهم مش هيقلعوه أبدا ورماه في المكان اللي كانوا وعدوا بعض يتقابلوا فيه. دلوقتي المكان ده ما بقاش ليه أي معنى. سيون ساق بعربيته من غير ما يبص وراه، ويون مو وقفت هناك بتغرق في دموع الندم. هي كانت عايزة تجري وراه عشان تشرح له كل حاجة، بس لما وقفت قدام سيون تاني الكلمات ما طلعتش من بقها. من الليلة دي سيون حلف إنه ما يشوفش يون مو تاني أبدا. هو فكر إن الوقت هيمسح كل حاجة، بس الذكريات بقت أوضح. كل يوم لحظات الفرح مع يون مو كانت بتملأ أفكاره، ما قدرش يكبتها. في يوم وهو شغال في مكتبه سيون وقع على كارت بيزنس بتاع يون مو، مش متأكد لو هي نفس الشخص، فكلم الرقم بدافع الفضول. الصوت في الناحية التانية كان صوت يون مو بوضوح، بس بعد كده سمع صوت راجل. وسيون وهو مصدوم ومتلخبط قفل السكة. هو افترض ان يون مو دخلت في علاقة وما قدرش يتقبل ده. بعد كده فجأة بنت خالته عزمته على عزومة عشاء في بيت يون مو. اتضح ان احسن صديق ليون مو كان بيوعد بنت خالته. من بنت خالته سيون عرف ان الراجل اللي كان في بيت يون مو كان صديقها من الطفولة، وانهم مجرد شركاء في الشغل. سيون حس براحة في السر، وسمع كمان عن ماضي يون مو المؤلم، وفي الاخر فهم كل حاجة. يون مو ما مشيتش بسببه، بس عشان هي كانت خايفة ان سيون وقع في حب يون شا الحيوية مش يون مو الهادية الحقيقية. بعد اللي حس كأنه للأبد، جه يوم العشاء. سيون لبس بعناية وقلبه بيدق من فكرة انه هيشوف
يشوف يون تاني. هو ظبط شعره وهو بيحاول يهدي نفسه. بالرغم من انه كان ملهوف انهم يرجعوا لبعض، قرر انه يقرب من يون وو كغريب المرة دي ويبدأ بداية جديدة. بس لما الاتنين ما كانوش عايزين يسيبوا ايد بعض، بنت خالته اتدخلت بشكل غريب عشان تفرق بينهم، وهي بتلاحظ ان خاتم سيون مش موجود. بنت خالته سألته عنه، فسيون رد انه رماه عشان كل حاجة في حبه ده كانت مزيفة. ده كان كلام واضح عشان يستفز يون وو بشكل غير مفاجئ. العشاء كان مشدود ومليان اشارات استفزازية بسيطة. سيون كان هيقول حاجة غلط وهو بيتكلم، بس لحق نفسه بسرعة قبل ما اي حد يعرف علاقتهم الحقيقية. التانيين حاولوا يواسوه بلطف وقالوا له انه هيلاقي حد احسن، وهم بيحاولوا يلطفوا الجو بصوا على يون وو وهزروا على علاقته اللي افترضوها، وحتى شاوروا على السلسلة اللي فيها الخاتم المطابق. لما طلبوا يشوفوه، يون وو رفضت بحزم وخرجت من غير ولا كلمة، وسابت كل الموجودين مصدومين ما عدا سيون اللي فهم السبب الحقيقي ورا رد فعلها. يون وو سكرانة وبتجر شنطتها في الشوارع وتاهت من غير هدف، وفي الآخر ركبت أي أتوبيس ما كانتش فارقة معاها هو رايح فين. مليانة ندم، ما قدرتش تصدق إنها سابت الراجل اللي بتحبه تاني. قبل كده سيون كان بجد لقى يون وو مستخبية وراح عشان يتصالحوا. هو ما كانش عايز المسافة اللي بينهم تكبر. مشاكلهم وسوء الفهم اللي بينهم دي كانت حاجات ممكن اتنين يحلوها بكام كلمة رقيقة، فرصة عشان يقللوا كبريائهم. بس يون وو كان تصرفها بارد وده بوظ كل حاجة. هي كانت بتتمنى لو كان قالت الحقيقة وقتها يمكن نهايتهم كانت هتبقى مختلفة. ويون وو بتنزل دموع الندم على خدها راحت في نوم عميق. الصبح صحيت في مكان غريب تماما، وبره الباب كان سيون. يون وو كانت متلخبطة، هي كانت فاكرة كويس انها كانت في اتوبيس الليلة اللي قبلها. ازاي انتهى بيها الحال هنا بعد ليلة واحدة من النوم في بيت سيون؟ الحقيقة كانت ان الليلة اللي فاتت يون وو كانت لسه مش قادرة تنسى شوقها لسيون، ومع الشجاعة اللي جات لها من الصبح بعتت له سلسلة من الرسائل بتفضي فيها كل شكواه وحبها من السنة اللي فاتت في الناحية التانية. سيون كان محتار لما فجأة استقبل رسائل من رقم غريب، فكلم الرقم تاني بدافع الفضول واندهش. راجل رد عليه ده كان سواق الأتوبيس. يون وو كانت فاقدة الوعي من الصبح ونايمة دلوقتي نوم عميق في الأتوبيس. بعد ما اتكلم مع السواق، سيون فجأة جاتله فكرة. طلع كارت البيزنس اللي لقاه قبل كده وقارنه برقم التليفون. أول ما عرف إنه بجد بتاع يون وو، جري بسرعة ووصل موقف الأتوبيس ونجح في إنه يجيب يون وو البيت بأمان. الصبح سيون حضر فطار صحي. هو حس بإحساس حلو لما عرف إن يون وو ما نسيتش رقمه، وكمان كانت مسجلاه في تليفونها ب3 إيموجي قلب. هو كان عايز يتكلم معاها كويس، بس أول ما بدأ يتكلم كلماته اتحولت لأسئلة وشكوى. يون وو اللي ما كانتش عايزة تستسلم ردت بسرعة. اللي كان ممكن يبقى كلام من القلب للقلب اتحول تاني لساحة معركة من العناد. في الآخر يون وو ما قدرتش تمسك نفسها أكتر من كده وانفجرت. انت حبيتني المزيفة بس من أولها لآخرها. انت وقعت في حب حد ما كانش حقيقي، بس أنا مش لوس يانج. الاتنين سابوا بعض تاني وهم زعلانين بالرغم من إن قلبهم لسه بيوجعهم من الحب لبعض، بس الحيطة اللي بينهم فضلت بتفرقهم. بعد ما يون وو مشيت، سيون حضر نفسه وهو متكاسل عشان يروح الشغل، بس وهو شايف المطر اللي بدأ فجأة مسك شمسية وجري وراه. لحسن الحظ لقى يون وو وعرض عليها يوصلها البيت، بس يون وو رفضت وتصرفت ببرود تاني. سيون اللي كان متضايق جراها للعربية. أول ما يون وو ركبت، سيون اتمدد على الكرسي بيهزر إنه ما بيسوقش أبدا في المطر. يون وو ما كانتش متأثرة، حاولت تنزل بس سيون بسرعة شدها تاني وقال إنه مش هيسيبها بسهولة كده، بعد ما في الآخر عرف يخدعها عشان تركب العربية لأسباب ما قدرش يشرحها. حتى لو كان عايز ما يحبش يون وو، هو ما قدرش. الاتنين قعدوا في صمت في العربية بيسمعوا مزيكا وبصوا على بعض من غير ما يحتاجوا يقولوا كلمة واحدة، مجرد سكون وسلام. بعد ما المطر وقف، سيون ساق بيون وو ووصلها البيت. بالصدفة أصحابهم شافوهم وهم بيوصلوا سوا وافترضوا إنهم بيرجعوا يتوعدوا تاني. سيون بسرعة وضح إنهم كانوا سوا عشان الشغل بس، ويون وو دعمته وهي متوترة وشكرته على التوصيلة وتمنت له يوصل بأمان. في اللحظة دي أحسن صديق ليون وو عزم سيون يفضل على العشاء، وده فاجئهم هما الاتنين. واحد
ما كانش عايزه ياكل والتاني كان بيصر انه ياكل، وهكذا. سيون في الاخر اكل مكرونة يون تاني، بس المرة دي المعاملة ما كانتش زي زمان ابدا. اصحابها كان اطباقهم مليانة لحمة، لكن هو طبقه كان فيه مكرونة ومرقة بس. لو حد وحشه شخص جدا هيعمل ايه؟ سيون بص على الشنطة اللي يون وو نسيتها في بيته وجات له فكرة جريئة. استخدم رجوعه بالشنطة كحجة عشان يسوق لبيت طلق، ولما كان بيركن كسر مرايته الخلفية عن قصد. خطته كانت بسيطة، يستخدم تصليح العربية كحجة عشان يزورها كل يوم، وهو بيفكر انه إذا كلم يون وو وهو ما يعرف ان يون وو كانت بتتفرج على تصرفه السخيف ده من وراه طول الوقت. هي شايفة التصرف الطفولي ده من راجل كبير. يون وو كانت غضبانة ومش قادرة تتكلم في نفس الوقت. هي ما قدرتش تصدق ان عمرها ما لاحظت قد ايه هو ما عندوش حياء قبل كده. وهي بتغلي قررت تدوقه من نفس الكاس وشاطت العربية جامد، بس شوطتها قطعت السلسلة اللي فيها خواتمهم بالغلط، والخاتم وقع عند رجل سيون. هو شاله وكان مصدوم تماما، ده كان خاتم جوازه هو اللي رماه بنفسه. اتضح ان يون وو بعد ما هو رماه خطرت ودخلت النهر المتلج وفضلت تدور طول الليل لحد ما لقيته. اول ما يون وو ادركت ايه اللي حصل، الخاتم التاني وقع من هدومها على الارض، وهي مفزوعة داست عليه علشان تخبيه من سيون. بس لما اتواجهت يون وو رفضت تعترف بأي حاجة. سيون كان ملهوف على إجابات فشالها من على الأرض وجرى بيها عشان يشيل الخاتم. بعد ما اتأكد إن ده نفس الخاتم اللي هو في مرة حطه في صباع يون وو، مشاعره غلبت عليه. هو عارف دلوقتي إن يون وو لسه بتحبه وهو ملهوف طلب تأكيد، بس يون وو فضلت ساكتة. ومع ذلك وهي شايفة قد إيه سيون جاد وصادق، هي عرفت إنها لو ما اتكلمتش دلوقتي مش هيبقى في رجوع. وهي بتبص في عيون الراجل اللي حبها بعمق، في اللحظة دي كل الحيطان اللي كانت بينهم اتهد، رجعوا لبعض. وسيون في الآخر حط السلسلة اللي استنى وقت طويل عشان يديها ليون وو في رقبته بعد ما سابوا بعض أول مرة. سيون كان رجع سول واشترى السلسلة وناوي يديها لها لما يرجعوا لبعض، بس ده خد سنة كاملة. الحمد لله القدر ما خذلهم. طول ما اللي لابسها يون وو ده كل اللي يهمه. تحت التلج المتطاير الاتنين مسكوا ايدين بعض ومشيوا في طريقهم لمستقبلهم سوا. الحب ممكن يجي متأخر بس عمره ما يفشل في انه يوصل. لكل اللي بيتفرجوا على القصة دي اتمنى انكم ما تسيبوش وراكم اي ندم